السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. من اكبر الغلطات اللي احنا بنعملها ساعه الفطار ان احنا نشرب كميات كبيره من العصير اللي مليان سكر، نفطر بحته حلويات شرقيه. الكلام ده كله بيرفع لنا سكر الدم مره واحده بعد ما كنا هايبوجلايسيميك او سكر الدم بتاعنا قليل اثناء فتره الصيام. الجسم بيستجيب بضخ كميات كبيره من الانسولين، بيطلع يهبط تاني سكر الدم في الارض. بنحس بدوخه، بارهاق، بزغلله، برجفه في القلب، برعشه، بتتليجه في الجسم. في ناس ممكن يغمى عليها، وبالذات اللي عاملين تكميم او تحويل مسار. الحل نرفع سكر الدم بتاعنا ساعه الفطار بالتدريج. ناخد تمرايه مع كوبايه ميه، ناخد تمر بالحليب، ناخد عصير من غير سكر او محلينه بسكر ستيفيا، ممكن ناخد سلطه كتير، ممكن نشرب شوربه. كل دوت هيرفع لنا سكر الدم بالتدريج. ان شاء الله رمضان يعدي عليكم وعلينا بكل خير وصحه وسعاده. باي باي، السلام عليكم.